القهوة السعودية حسب المناطق يا أبو معاذ، حسب مناطق المملكة. ما شاء الله تبارك الله. نعم. عندنا أول منطقة المنطقة الشمالية. الشمالية طبعا المنطقة الشمالية حمصة البن تكون غامقة بالطريقة هذه. شوفوا يا جماعة هذه غامقة ولا معها مكون ثاني إلا الهيل فقط. نرجع للقهوة الحين. المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية عندها 3 نكهات اللي هو الحمص الوسط والزعفران والهيل فقط. اي نعم، ما شاء الله، خفيف الدم، خفيفة لطيفة. نعم. عندنا المنطقة الوسطى وهي القهوة النجدية المعتمدة رسميا، وهذه في المحافل وفي جميع المؤتمرات والاستقبالات الرسمية، اللي هي عن 4 نكهات اللي هو الحمص الوسط، البن حمص وسط، والهيل والقرنفل اللي هو المسمار، والزعفران طبعا السوبر نقيل. جميل. اي نعم. والمنطقة اللي بعدها المنطقة الغربية نفس الحمصة وسط، وعندنا الهيل والزعفران والمستكى. المستكى له طريقتين، يا أنه يضاف للقهوة أو بطريقة التبخير، تبخير الإناء أو الكوب. جميل. نعم. الآن المنطقة الوسطى والشرقية والغربية كلهم مشتركين في الحمصة. صحيح. لكن يختلفون في باقي المكونات. صحيح. باقي المكونات اللي فيها والقهوة اللي فيها صراحة ما شاء الله مكونات كثيرة، قهوة إخواننا أهل الجنوب. أهل الجنوب هي ب7 الحوائج. طبعا الحمصة البن فاتح، إضافة إلى الهيل والزعفران والقرنفل المسمار والشمر أو النخوة اللي هي النينخة والزنجبيل والقرفة، هذه ب7 الحوائج. ما شاء الله تبارك. تشكيلة منوعة من القهوة السعودية عبر مناطق المملكة ما شاء الله، وكل منطقة تختلف عن الثانية. صحيح. في مرة ثانية مركزين على القهوة السعودية الوسطى، هذه اللي نحن ذقناها والصراحة انها رهيبة. على فكرة ابو معاذ ترى عنده قهوة خاصة، بنحط لكم رقمه اللي يبغى فيه الطلب بالكيلو بالنص وكذا، بنحط لكم اياها في اخر السناب.